طيب عمرو شيكوبانزا. شيكوبانزا اصبح لوغاريتم كبير في نادي الزمالك يا راجل. شيكوبانزا اصبح هو كان الاول مش لوغاريتم على فكره، لعيب كويس جدا وجناح محترم جدا ولعيب كويس. هو عنده اللمسه الاخيره هي اللي فيها مشكله، عنده ودي حركه مفرطه شويه ما فيهاش مشكله، لكن لاعب سريع قوي، لاعب مهم جدا في الفتره الجايه. ماشي. لو اشتغل صح الدنيا هتتغير معاه. هو انت جايب محترف عشان لو اشتغل صح؟ ما هو ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ المدربين يعني انت جايب واحد بعمله صعبه ومحترف وفلوس كتير لو يشتغل صح. ما هو شغال صح. هو الفكره المدرب، يعني القصه في التدريب. ايه القصه في انت طالب منه ايه بالظبط، ولا القصه ان هو مش واخد فلوسه الفتره اللي فاتت فعمال يطالب؟ لا هو جزء برضه يعني فيها جزء طبعا، فيها جزء. ادم كايد لو اشتغل لكن صح، هو كمان معالي لو اشتغل هو صح، لعيب مدلع. شيكوبانزا لو اشتغل صح، لا عدي الدباغ لو اشتغل صح. شيكوبانزا لعيب متدلع، بمعنى ايه؟ بياخد اجازه يرجع بعدها بفتره، فطبعا ده بيضايق المدربين عشان الفلوس. ما هو احنا قلنا ده جانب عشان تاخير المستحقات الماليه، وده بيضايق المدربين، فبالتالي بيركنوا على الخط، ما بيلعبوش عشان نوع من التأديب للاعب. فده كله بيعمل مشاكل. هي مشاكل بتجيب مشاكل، سببها رقم واحد الفلوس. زي ما بقى المشاكل شويه بقى. ما فيش الفترة الجاية يا رب، الفترة الجاية هتكون فترة أفضل لنادي الزمالك، أنا متأكد، لأن في بعض الترتيبات بتتعمل هتكون الأمور أفضل. اللي هي زي إيه يا أستاذ؟ يعني عودة الأرض على رأسها، لأن في ضغوط كبيرة جدا لعودة الأرض، في شغل بيتعمل إن الأرض النادي تعود في الفترة اللي جاية بإذن الله تعود. أعتقد الأمور هتختلف تماما في نادي الزمالك في الفترة الجاية. يا رب. حامد حمدان بقى مش هتخلصوا فيه؟ حامد حمدان يعني ايه يعني الانتظار؟ يعني حامد حمدان اعتبره منتهي الاول، قبل ما اني اخلص حامد حمدان اخلص موضوع فك القيد. صح. وفك القيد ده صح. قدامه اسبوع 10 ايام هيكون خلص موضوع فك القيد. ثم حامد حمدان. قول لي بقى الاهلي بقى ايه لغايه ما حد تاني يشتكي. يا عم ايه سلام مكون انا مش لحاجه. الناس مضغوطه وفيهم ورثوا تركه تقيله من حاجات، وبقت حاجات كتير. بس انا لما اجي اجيب بقى مثلا في المستقبل اجيب على قد امكانياتي. انا نفسي جون يكمل تجربته بسلام، لكن نصيحه لازم في النص حاجات تدعيمات اللي هي ايه بتهدي الدنيا. حامد حمدان ده على راس اولويه هذه التدعيمات. على فكره مش عيب يبقى في صفقات جماهيريه عادي. اصل الراجل بص اقول لك حاجه، انا واحد طلب النادي الزمالك وابدى رغبته باللعب النادي الزمالك، ولعيب كويس في نادي الزمالك، ولعيب هيبقى نجم في نادي الزمالك، وهيبقى في حته ثانيه في نادي الزمالك، وانا اجي ما اجيبهوش. لو انت محتاج مكان وانت محتاج مكان اجي ما اجيبهوش، يبقى انا عندي مشكله. مش هيبقى لعيب اجنبي. مشي اتنين، فوق الفرقه يعني كايد معالي ما اعرفش شيكوبانزا الكلام ده، فوق واحلال وتبديل. احمد عيد في الباك رايت برضه يسند مع عمر جابر، حاجه كويسه جدا. قندوسي الراجل الوكيل. دي صفقات جماهيريه مش عيب. نادي الاهلي بيعمل صفقات جماهيريه، بس بقى الجماهيريه يعني زيزو، يعني امام، يعني بن شرقي، بس انا ما دي صفقات جماهيريه. عايز اقول لك ان الزمالك لو جاب القندوسي لو الزمالك جاب القندوسي يبقى عمل خطوه مهمه جدا جدا جماهيريه، وخطوه مهمه جدا للفريق. الفريق محتاج احمد قندوسي، محتاج اي حد من ريحه الاهلي. ايه علاقه الاهلي بالموضوع؟ ما خلي بالك عبد القادر برضه الزمالك ما رماش الفوطه في عبد القادر. لما الاهلي يرمي الفوطه يبقى الزمالك يدخل. ليه يا عم؟ هو اللعيب ما هو اللاعب خياره خلاص. انا بقول لك اللاعب متفق، بس هي الامور الماليه تتظبط. انا معلومتي ان ما حدش كلمه لحد دلوقتي. بص بقى هو الكلام كان قبل السوبر. دلوقتي ايوه، ما دلوقتي على الارض ولا لغايه ماتش بكره. من بعد ماتش بكره كله يرجع الكلام تاني. تمام. الفلوس خلتكم اتغريتوا انتوا، الفلوس بتخليكم اجيب اي لاعب اعمل مش عارف محرين. ايه. الفلوس خلتكم اتغريتوا يا استاذ عمرو. اهدوا شويه. احنا الزمالك اهدوا شويه. ده الزمالك مش حاجه قليله، ده الزمالك. يعني اي لاعب يتمنى يلعب في الزمالك طبعا. على فكره عايز اقول لك حاجه مفاجاه كبيره، عشان كده انا وجهت النداء لجون ادوارد ان الثلاث لعيبه اللي انا قلتهم عندهم رغبه للعب لنادي الزمالك. قندوسي عنده رغبه، حامد ده مهم جدا جدا اهو حامد جداً. بس حامد حمدان عنده رغبه، احمد عيد عنده رغبه. الثلاث لعيبه دولت يفرقوا كتير جدا مع الزمالك. وعبد القادر كان عنده رغبه ان هو يلعب في الزمالك. طب ما تخلص. طيب ما هو ده اللي انا بقوله يا جماعه. ما هو هيعمل ايه الراجل؟
هيخلص الارض ويخلص الحاجه ان شاء الله. وعبد القادر برضه مش هيتفق في الاهلي وهيجي الزمالك في الاهلي. انت شايف كده؟ كويس. عبد القادر في الزمالك الفتره الجايه ان شاء الله. اتمنى له استاذ عمرو، ولو ما وصلش للاهلي الحل يبقى الزمالك فرقه ليه كويسه مش وحشه، بس انا بقول لك هو موجود يعني. طيب انا قدامي دقيقتين، دقيقه ليك ودقيقه ليك، كل واحد هيكرر تجربه زيزو مع الزمالك مع الاهلي بس المره دي. استاذ عمرو قادر هيبقى زيزو الزمالك.